العيد كل عام وانتم بخير، عساكم من عواد. شوفوا الهشاشة والجمال، طريقة سهلة وبسيطة، ما يحتاج تعجنونه هواية ويذوب بالفم. حشوات مختلفة، هنا طلعت لي هاي جوز، تمر، حلقوم سويت، والله عبالك شكر لنا. بين شوفوا الهشاشة قدامكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي طحين كيلوين متعدد الاستعمال، اضيف عليه المواد جافة. هنا عندي ملح، بيكنج باودر، هيل، فانيلا، 3 ملاعق حليب باودر. سنخلط المواد الجافة ويا الطحين حتى لا مكان بيه ومكان لا. هسه اضيف على الكيلوين طحين كيلو دهن نباتي ودهن حيواني، خبطتهم اثنيناتهم سوا. هسه نعجن الطحين بالدهن الى ان كله ينعجن. هنا بعد ما ماسكت الطحين ويا الدهن، شوفوا شلون صارت هالشكل، يعني بحيث الطحين صار بيه الدهن كفاية. 4 ملاعق لبن. هسه هنا اني اريد بس الم العجينة، ما الح عليها بالعجن، يعني عجنة بسيطة وهي تصير كل زينة. بس لميت هالعجينة تكون بهالشكل شوية قوية، تصير هشة وما لحيت عليها بالعجين، بس لميتها. هنا عندي الحشوات، هنا عندي تمر فلسته من النوى وخليت له هيل وخليت له دهن حر، كل شيء يصير طعمه طيب. هنا عندي المبروش، اخلي له حليب مكثف، واخلطه. تحبون شكر، تحبون قطر. هنا الفستق الحلبي هم نخليه حليب مكثف. الجوز هم نخلي له حليب مكثف، كل شيء يصير طعمهم طيب بالحليب المكثف. أنا بعد ما ارتاحت العجينة 10 دقائق راح اشتغل بالقوالب. العجينة شلون صارت حلوة وسلسة مثل ما قلت لكم. تحبون تدعبلوه التمر، تحبون هيك تشيلوه بايديكم، هم عادي كلهم. هنا عندي صفار بيضتين، اخذ قطرات من الفانيلا حتى ادهن الوجه. وهاي صينية الكليتشة تبارك الرحمن. تشوفوها كليتشة بس لكن والله عبالك شكر لنا.
ما شاء الله. هاي من كيلو وين، هاي الصينية السابعة، كل البركة. واحد من يسوي كليتة بالبيت طيبة وبها بركة، واللي ما مسوي كليتة خليه يسوي على طريقتي والله يدعي لي.